لا طيب، أي قناع يرتدي دكتور برادعي؟ الدكتور البرادعي يرتدي قناع المخلص والمنقذ الذي يريد أن يخرج البلاد من أزمة. نعم. وأنا أعتقد أنه الدكتور البرادعي لديه مشكلة وهو التردد. أمس وقبل أمس أنا نصحته أن ينزل إلى البلاد والقرى. أنا التقيت به مرتين وقلت له إذا لم تنزل إلى البلاد وتلتقي بالناس فإنك ستكون فرصك وحظوظك في الرئاسة ضعيفة. فقال بوضوح لي إني أنا أخشى أن أهان في الشوارع مع الناس والبلطجية. قلت له لابد أن تدفع الثمن وأن تدفع الضريبة. ولما اتصل بينا بعد 25 يناير مباشرة قلنا له إذا لم تنزل الآن فتك القطار نهائيا. والتقينا بيه يوم ليلة 28 ليلة جمعة الغضب أنا والدكتور محمد سعد الكتاني. نعم. وخرجنا من عنده فاعتقلنا بعد ساعتين. يعني اللي فهمته كنتوا تعطوا توجيهات لدكتور برادعي، كان يعني يستنصحنا فننصح. يعني لما تقول لي كنا ننصحه وكنا نقول له، يعني وكأنه كان يلجأ إليكم لأخذ بتوجيهاتكم ونصائحكم، يعني هذا ما هذا برادعي غاب عن مصر سنوات طويلة، وعندما عاد وجد المجتمع متغيرا. نعم. وبدأ يتصل بالقوى الفاعلة، ووجد ان هو في قوتين اساسيتين يجب ان يتصل بهم: الشباب والاخوان المسلمين. وفعلا حرص على ذلك وقام بدور جيد في اتصال وتحفيز الشباب، وقام بشرح وجهة نظره حول الاخوان وانهم ليسوا وحشا وليسوا نعم. يعني هو اول من قال انه افسحوا في المجال للاخوان ان يمارسوا العمل السياسي. طبعا. وبالتالي هو كان يسألنا ما هو تصوركم؟ طيب أنتم اليوم انقلبتم على البرادعي أو لا تزالون تحتفظون؟ لا لنا علاقة معه. نعم. وأعتقد أنه سيزورنا قريبا. هل ممكن أصواتكم نترك له تحديد الزمان والموعد؟ نعم. هل ممكن أصواتكم أن تجير إلى دكتور برادعي في الانتخابات؟ إذا أصبح البرادعي مرشح التوافق الوطني فبالقطع سنصوت له. خلينا نعود في الصورة